صباح الخير. الحقيقة ان انا في حاجة محتاجة اقولها، يعني ضروري لان بجد مضايقاني قوي. موضوع بقى موضوع المقاطعة ومين بيعمل مقاطعة ومين ما بيعملش مقاطعة والجو ده. بس طلع دلوقتي اخبار ان هو او حد بيقول ان هو شوفوا مثلا الاسهم طالعه ازاي، الاسهم نازله، لا طلعت، لا احنا مش مؤثرين، لا احنا ما بنأثرش، لا انتوا بتعملوا على الفاضي، لا مش عارفه ايه. وفي فروع معينه من الاماكن دي بعد ما اتقال ده بدأ يبقى فيها ناس، لانهم هم اقتنعوا، لان دول اشخاص موثوقين فيهم، ان هو الحوار ده ملوش لازمه. انا بس عندي سؤال واحد احنا بنعمل ده علشان هما اسهمهم تطلع او لا، او لو سهمهم طلع احنا هنبطل؟ محتاج تراجع نفسك، لان احنا بنعمل ده علشان احنا مقتنعين بده، علشان حرفيا احنا بنمولهم. عايز تصدق ده مش عايز تصدق ده انت حر، بس يعني هو ده. انت عايزين تفهموني ان كل الشركات لما جينا نبحث عنها ونشوفها وبتاع طلع كلها متمحورة على 5 شركات تقريبا او 6 شركات بالكتير، متوزعة بكل الكاتيجوري دي. شركة واحدة عاملة 8000 منتج وعايز تقنعني ان هما ما بيمولهمش؟ طب حتى لو هو يعني الموضوع مش منطقي ابدا. الموضوع يضايق وينرفز. بس خليني افكر نفسي وافكركم احنا بنعمل ده ليه. احنا بنعمل ده عشان احنا مقتنعين بيه. لو هم كسبوا بمقاطعتنا، يعني لو هم بمقاطعتنا دي في ناس قالوا ان هم كسبوا، السهم بتاعهم طلع، ايا كان، حسينا ان احنا ما خدناش اللي احنا عايزينه، ان هم اسهمهم تنزل، على الاقل انا ما بساهمش في حاجه، على الاقل ان انا عارفه ومتاكده ان انا ما بساهمش في بجنيه في صاروخ بيتضرب. بصوا، كل واحد هيتحاسب واحنا هنتحاسب، و... و... واللي انت بتعمله ده لازم تعرف ان هو مش مرتبط بنتيجة. يعني مش معنى ان حاجة، ان ما في حاجة انت عايزها ما حصلتش ان انا بطل. لا، هو انا هفضل. احنا مش مقاطعة، احنا مش بنعمل ترند يا جماعة، احنا مش بنحفز نفسنا ويلا ونعمل وبتاع علشان حاجة. احنا عارفين قوي الحاجات دي كلها بتروح فين. الموضوع مش افلام، الموضوع بجد، الموضوع معروف، الموضوع مشهور. معروف مين بيدعم، معروف مين ما بيدعمش، معروف مين. حتى لو يعني في مطاعم نزلت ان هي بتدعم، يا حبيبي انا مش عندي ان انت في الفرنشايز ده بيدعم ولا لا. كده كده انت بتدفع نسبة فرنشايز للشركة بتاعتك بره، في امريكا، في فرنسا، في ايا كان بقى الشركة بتاعتك، بتدفع ضرايب لدولتك دي. وخدوا بالكم، بعيدا عن المقاطعة دي كلها، اصلا انت فعلا فعلا لما هتبدل هتلاقي حاجات ارخص، والله العظيم في حاجات انضف، في حاجات جودتها سيئة بس في حاجات جودتها حلوة. ده حتى البراندنج، يعني حتى البراندنج بتاعتهم مهتمين بيها وشكلها حلو والباكجنج حلوة جدا واللوجو وكل الحاجات دي كلها بدأوا يهتموا بيها، وبجد انا مكنتش عارف ان هي مصرية. فاحنا محتاجين نراجع نفسنا، احنا بنعمل ده ليه؟ علشان نعرف نكمل.